بدر قبل شوي سمعنا صوتك الحلو وهو يلعلع يا عوران يا عوران يا عرب. نعم يا عرب. نعم ماشي، ولا زلت أقولها. طيب ماشي، إلى أن تتخلص من هؤلاء الحثالات. ما بتعتقد أنه هذا الكلام يبعث على الضحك؟ لسبب وحيد، لأنه قفز فوق الحقائق وقفز فوق الواقع وكذب وضحك على الذقون. لماذا تتناسى أنت من العراقيين ما يسمى بالعراقيين الجدد الذين يطبلون الآن للاحتلال وما يحدث في العراق وإلى ما هنالك؟ دقيقة، هل كنت أنت تحلم أنت وغيرك اللي رجعوا على الدبابات الأمريكية بأن تعود إلى العراق؟ هل كنت تحلم بأن تعود إلى العراق لولا التآمر العربي، لولا التعاون العربي مع ما يسمى بالمعارضة العراقية؟ لماذا تتناسون؟ هذا كاتب عراقي. وتتنكرون لقيام أنظمة ودول عربية كثيرة، مصر، سوريا، الكويت، السعودية، ليبيا، لبنان، كلها قامت باحتضان المعارضة العراقية وإيوائها لمعارضين صدام، معارضي صدام، وتأمين المأوى لهم والسماح لهم بممارسة نشاطاتهم السياسية من هناك. ولماذا يعني من جهة يا زلمة يا أخي، من جهة جواز السفر كأنه شايل أفيون بجيبك مخدرات. يا زلمة بس دقيقة، الرجل يتكلم النصر اليوم طالباني، اليوم الرئيس طالباني يشن حملة ديمقراطي. صير ديمقراطي. دقيقة بس خليني أخلص سؤال بس دقيقة. اليوم الرئيس طالباني يشن حملة على العرب لأنهم لا يرسلون سفراء وماسح الأرض فيهم. بس دقيقة، طيب يا أخي، من جهة تسب علينا ومن جهة بدك سفراء. كيف يعني؟ هل انت قومجي يعني؟ يا اخي مش قومجي، عم بحكي عن العرب. انت حدد موقعك في هذه المعركة. انا عن اقول اسمع، انا عربي، حتى لا تخلط بالاوراق، حتى لا يعني كمان بدك يعني كمان عيب ان نقول انا عربي. يعني كمان هذا الاكراد ذبحوا الناس كلها بسبب هذه العملية. يا دكتور قاسم خلي يصير عندك صبر شوي يا رجال. بس دقيقة، صير ديمقراطي. لا بس دقيقة، لا تعصب. بس دقيقة، لا مش راح اوقف هون، راح اوقف دقيقة. يعني كمان يعني صارت عروبتي تهمة. يعني من هو يعني يا اخي انا ولدت عربي. انت تقول، انت مش فيصل القاسم ولا غيرك. انا تبرأت، وهذه العروبة التي اصبحت تهمة ولا يتشرف بها احد. هذا حكي فيصل القاسم ولا غيره؟ هاك تفضل. هذا ليس هناك ادنى شكل ان العروبة كهوية قومية اصبحت مرادفا للتخلف والذل والفساد والعجز والهوان الى اخر الموبقات. طيب ماشي. ضربت علينا الامثال. انت عربي اذا انت منحط، والكلام الى فيصل القاسم. انا ما راح ازيد عليك اكثر من هذا يا رجال فاضل. نحن نقول خلينا نعيد ترتيب بيتنا، خلينا نعيد ترتيب هويتنا. ساعدونا يا ناس، احنا اخوانكم واحنا عرب، والعربي ما ممكن اتجرد يعني الا نتقاتل يلا حرام. زين هذا اللي يتكلم، انا اقول ليش شعارات؟ انا لما اقول انه انسان واقف العلم الاسرائيلي يرفرف خلفه ويتكلم لي باسرائيل واسرائيل جت واسرائيل راحت، يا اخي تنطيني مصداق واحد. اتحرك لي بمظاهره مليونيه وحاول جهد بامكانك ان توقف هذا النزيف اللي جاي يصير، وقف المساعدات، وقف انبوب الغاز لاسرائيل، وقف الاحمر ما اعرف ايش جاي تقوم به الجيش المصري ويا الامريكان، وبعد ذلك تعال تتكلم ويا حتى تكون عندك مصداقيه حتى اصدقك. لكن هؤلاء المحنطون، تجار المخدرات السياسيه، تجار الوصفات الجاهزه، دول عفى عليهم الزمن واعاده تاهيلهم صعبه. لذلك انا اقول مهمه الرجل جدا شاقه وصعبه. هؤلاء والله حتى المتاحف تأبى ان تحتويها. طيب بس رائحه نتنه، منطقه نتنه. بس دقيقه، انا اقول يا سيدي بس دقيقه، بس خليني يا اخي اسالك كمان دقيقه. انت تقول انه العروبه وما عروبه وكذا واصبحت رمزا للانحطاط وكذا. مش انا، انت تقول. بس دقيقه، انت تقول قاسم يا سيدي. بس الكلام انا بقول لماذا هذا التكالب على هذه العروبه اذا كانت كل ذلك؟ هذه مقدمه. انت لا كمان يقول لا تقربوا الصلاه، صحيح كل ذلك، لكن لماذا يتآمرون عليها في العراق؟ جاوبني. يعني هو هذا الفكره، انه انت دائما كله تآمر ومؤامرات. انتم تقرؤون التاريخ بعيون بعثيه وعيون قومجيه، ما جاي تنظر للموضوع. اكو مبررات موضوعيه تتحرك على الارض. انت لما تقتل عروبتي بداخلي شو اسوي بالعروبه انا؟ لما اجد الاردني الان يعلق شموع في باب السفاره الانجليزيه في عمان اثناء الضربه اللي صارت في لندن، ضربه الانفاق، ولا يتحرك ضميرهم الى كل هذه الشهداء اللي لحد الان يطلعوهم من النار. بس خلي تسع صدرك شوي. يعني بس العروبه ما كانت موجوده الا مع صدام. اسمع ياسر، يعني العروبه ما كانت موجوده في العراق. انت جاي تخلط، جاي عندك خلط بالموضوع. انت جاي اقول لك لابس نظارات قومجيه وتنظر للواقع. انظر للعروبه من باب اخلاق، من باب انتماء، من باب عرب، من باب ابو فراس الحمداني، من باب ما راح نخرج من عروبتنا. راح اصدر لكم اجمل عربي ممكن تشوفه، بس على شرط ان تشوفوه. انا قلتها وما اريد اعيدها بعد، حرامات تكونون عمياني لهالدرجه. شوفونا احنا اخوانكم والله ويتسع قلوبنا الكم. انا اقول عندما العربي، انا اكو عروبه العراق ممكن محورين يتدخلن بها، اكو الداخلي اللي ممكن تفلش بها ما بداخلي، واكو المحور الخارجي الخطر. محور خارجي، احنا عمقنا العربي هو عمق الخليج. الخليجي العربي، وهذا ظهرنا وهذا العمق. شويه خلي تسع صدرك للراي الاخر. الوقت يداهمنا، ماكو اشكال وياك انا بالوقت. اسمعني. انا اقول ان هناك، انا نزلت بالطياره القطريه انجليزي،
بالمطار انجليزي، بالفندق انجليزي، بالشارع انجليزي، هنا جاي احكي وياك عربي انا. يا رجال يا سيدي الفاضل، جيل جديد بالسعوديه يطلع كله اقطم، ايش انت يقول لك انا سعودي هو فلبيني نصه فلبيني.